طبعا يا جماعة دي صندوق الكنز لكل مربي بيخرج سلالة أو لحم. هو دي الصندوق الكنز لكل مربي أرنب في مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي وكل مشترك معانا في القناة جديد على دماغي من فوق. لو انت حابب ومستمر معانا في تربية الأرانب يا ريت ما تنساش الاشتراك وفعل زر الجرس لو انت حابب ومستمر معانا في تربية الأرنب. دلوقتي هنتكلم عن طلب من الأعضاء اللي عند الخلفة بتموت في عمر 2 يوم أو 3 يوم. إيه السبب؟ ورضعين كويس والدنيا تمام، إيه السبب؟ تعالى أقول لكم إيه السبب وما تروحش بعيد. كمل الفيديو للآخر عشان برضو تستفيد، ويا ريت الناس اللي بتشير للقناة تشير عشان خاطر كل الناس تستفيد، عشان الشكاوى كتير اليومين دول. ويلا ما تروحش بعيد، تعالى نرجع لمحتوانا الفيديو ونتكلم عن مشكلة الأطفال اللي بتموت. يلا ما تروحش بعيد. طبعا يا جماعة هو ده بيت الولد اللي كل مربي طبعا بيخرج منه السلالة. هو دي صندوق الكنز اللي كل مربي بيحب يخرج سلالة أو إنتاج اللحم. طبعا عيوب ومشاكل الأطفال اللي في عمر يومين أو 3 بتموت. هقول لك ايه السبب وايه المشاكل اللي بتموت الخلفة عندك. طبعا الفيديو ده امرر لكم الفيديو اللي فات والام لسه والده، وبقى بسم الله ما شاء الله 9 زي ما انتم شايفين. في الفيديو اللي فات كانوا 9، الحمد لله لسه زي ما هم 9 وبرضع بام واحده اللي هي امهم. طبعا ما نرجع للمشكله بتاعتنا. طبعا يا جماعه انت قبل ما تحضر بيت الولد بتكون غسله جيد باليود طبعا، وبتبقى حاطط تحت البلاستيكيه ديت يا جماعه، بتبقى حاطط ورقه زي ما انتم شايفين تحت كده، في ورقه طبعا عشان خاطر اضرار اي تيار هواء او الرطوبه. طبعا يا جماعه انت بتدخل الام في الرضاعه الحبيس. اول عيوب لما بتيجي تدخل الام في الرضاعه الحبيس، طبعا الام يا جماعه بتفضل مع اولادها لمده 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير. طبعا في ساعات الام بتتباول على اطفالها. طبعا بنعمل ايه لو الام تبولت على اطفالها؟ طبعا بنشيل الاطفال وبنشيل الشعر اللي مفهوش تبول من الام، بنشيله على جنب. بنحضر الحضانه، نفس الحضانه بنحضرها من اول وجديد، بنغير الكرتونه تحت الرئيسيه من اول والتاني. وطبعا بعد ما نجهزها وبنغسله باليود نجهزه تاني وبننشفه كويس. وطبعا بنرجع نحط الاجنه تاني زي ما انتم شايفين. وطبعا بتلاقي الصحة كويسة والنتيجة كويسة وبترجع الأطفال. طبعا لو الشعر هلك منك كتير، ما بفضلش ايه شعر غير شعر الأم، بنحط قش أو تبن. المهم إنك تحاول تدفي الأطفال دي. طبعا تاني هم يا جماعة ممكن برضو تفحص سرع الأم، هل الأم فيها لبن جيد؟ تمام، لو لقيت الأم فيها لبن جيد يبقى العيب في الصندوق، الام تبولت عليه وانت ما خدتش بالك. فلازما بعد كل رضاعه زي ما بقول لك خد بالك من الحاجه، عشان برضو لو خاطر الام تبولت على اطفالها تعرف تتصرف وتعرف تغير الدنيا بسرعه من غير ما تخسر ال9 او ال8 على حسب ما ربنا مديك. فهو دي سبب مشكله موت الخلفه في عمر يومين 3 بسبب قله الوقايه عندك في قلب الصندوق. ودي انا بفهمها لكم ما هي تعامل يا جماعه. طبعا عرفت لكم الميزه، والميزه الثالثه يا جماعه عشان برضو في ناس بتقول لك اطفال في عمر 10 ايام. برضو ما هو السبب برضو انا كلمت لكم في الفيديو اللي قبل اللي فات، انك لازم تغير الصندوق دي كل 5 ايام، تشيل الاطفال وتغير القش وتغير الكرتونه افضل، وهيديك نتيجه احسن واطفال ورعايه احسن. وزي ما انتم شايفين كده الاطفال رضعه وكله تمام وصحتهم كويسه زي ما انتم شايفين اهوت الحمد لله. اهم حاجه تدفئه المكان ودي الرك والتك عليه شويه، لان دي صندوق الكنز يا جماعه. دي صندوق الكنز للكل مربي بيخرج منه سلاله وبيخرج منه لحم زي ما انتم شايفين حضراتكم. اهم حاجه صحه الارنب، وقايه الارنب، نظافه الارنب. وان شاء الله انتظرونا في الفيديو الجاي معلومات مهمه عن كل حاجة بيمر بها الأرنب، وإن شاء الله نعرفكم كل العلاج اللي انت هتستعمله
وكل علاج مخصص لحاجه، وبنجيب من الاخر يا جماعه. يا ريت ان عجبكم الفيديو ده ما تنسوناش في اللايك، يا ريت اللي يشير عشان خاطر غيره يستفيد. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.